الدوحه اخر ميعاد لطياره الدوحه. خد بالك، فاكرين الفيلم ده لما كان بيقول لك واحد عمال يجري ورا حد يقول له الدوحه اخر ميعاد لطياره الدوحه وزكوا كده. اللي حصل معايا كان معايا اسره مسافره تركيا، وبعدين جت برضو ايام الكورونا، والاسره دي كانت عامله حسابها تتفسح لمده اسبوع ومجهزين نفسهم ودافعين فلوس رحلات. بعدين كانت موضوع الكورونا ومطار القاهره كان هيقفل، هم كانوا المفروض يرجعوا يوم الخميس والمطار كان هيقفل يوم الخميس. فطبعا لما جالي خبر من شركه السياحه قعدت اقول لهم يا جماعه، يقولوا لي ما تخافش مش هيقفل، مش حد مصدق ان المطارات هتقفل والدنيا هتتقفل والفنادق. احنا كنا في الفندق قفلوا في سكينه الكهرباء علينا. ايه ده يا جريمه قتل؟ اجري انا اجري، مش عاوز سكينه الكهرباء. فقعدت اقنعهم يا جماعه مش هنلاقي تذكره. التذكره يا جماعه وصلت ل 14,000 جنيه، كان ثمنها 5,000 جنيه عشان كان في اخر تذاكر لمطار القاهره، اخر ميعاد لطياره الدوحه. قلت لهم يا جماعه خدوا بالكم، وتوقعي وحدثي طلع صح، ولحقنا نحجز لهم اخر تذكره بالسعر الرخيص اللي هو ال 5,000 جنيه، والحمد لله رجعوا. وبعد ما رجعوا بيومين بالظبط اتقفل المطار، وكانت هتبقى مصيبه بالنسبه لي وحمل عليا نفسيا ان انا اسيبهم متعلقين في تركيا. والحمد لله رجعوا، بس معلش ضيعوا الفسحه بعد ما كانوا صرفوا وتعاقدوا مع كذا شركه سياحه جوه الرحلات الداخليه. لكن قدر الله ما شاء فعل، ودي كانت نهايه الكورونا، الله لا يرجعها ايام. كنت معاكم مستر ايمن تدرس.